أول ما دخل الشاي مصر كان المشروب الوحيد اللي لقاله وظيفة ثابتة بسهولة. المصريين عينوه مدير خط إنتاج البدايات الجديدة. اتفق المصريين إنه علشان تبتدي حاجة جديدة محتاج تعمل خطوتين، الأولانية نسمي الله والتانية نعمل لنا دور شاي. الشاي في حياة أهل مصر مش مجرد مشروب، هو فرصة جديدة، بداية جديدة، زرار الريستارت بتاع أغلب تفاصيل حياتنا. هعمل شاي علشان هبتدي حاجة، هعمل شاي علشان هقعد أذاكر، أخلص بياض الأوضة دي، نقعد نتفاهم ونحل، نقعد نحب في بعض شوية، أحكي لك عن المشكلة اللي أنا واقع فيها. لو تعبان يبقى اشرب لك شوية شاي وأسبرينتين وابتدي نام واستريح، ولو وراك حاجة تصحى من النوم تعمل لك شوية شاي وتشوف اللي وراك. البداية من عنده. خلطة المرارة والسكر هي خلطة الدنيا. استعد علشان هتقابل الاتنين في اللي انت داخل عليه بال50 اللي في ايدك. مفيش حاجة تجيب بيها حامل الجنسية المصرية زي تعالى ده الشاي على النار. خبطة المعلقة على حرف الكوباية بعد تقليب السكر عاملة زي الزغروطة اللي بعد قراية الفاتحة، واللي مع أول شفطة عاملة زي تحزيمة عقدة الكرافتة اللي بتطمنك على شياكتك. ورفعة الكوباية في وش مصدر إضاءة حركة بتقول للنور اللي على وشك إنه يدخل قلبك في صحتك. الجريء بيرفض السكر، أو دم خفيف يسألك عن النعناع. الكيف شرطه الشاي الناعم. الأمهات دايما بتشوف الشاي الفتلة سب خامة، وأطيب واحد في العيلة دايما يسألك بعد ما يخلص كوبايته لو كان لسه فاضل شوية في البراد. الرومانسي بيثبت النوع اللي بيشربه بس عينه دايما على الأصناف الجديدة، بيدور على طعم داقه مرة زمان بالصدفة في بيت جدته، في بيت واحد صاحبه بيذاكر عنده، على محطة قطر، طعم عمره ما ينساه بس مفيش منه. الشاي مية بتغلي فيها حكاية عايزة تتقال أو عايزة تتفسر أو عايزة تتنسي. وزير داخلية المعدة المسؤول الأول عن الحبس. مفيش مشروب في مصر يتكرر مرتين في قعدة واحدة غير الشاي. تتكافئ القعدة اللي تحلو بدور جديد ودور كمان. المزاج الحلال اللي الحكومات ملزمة تأمنه للناس. الضيف الطيب الذكي اللي بيعرف يغير جلده. شاي المذاكرة غير شاي الغيط غير شاي الصناعية، بس في كل الحالات محافظ على شخصيته. كل مجموعة ناس، عيلة أو أصحاب أو موظفين في مكتب، عارفين أحسن واحد بيعرف يظبطه وبيستنوه لما يحن عليهم بدور. مشروب طيب زي مكالمة وحشتني قلت أسمع صوتك. الألفة اللي بيننا وبينه شبه شادية وهي بتغني اتعودت عليك. والطريقة اللي بيشوف بيها شغله غامضة زي الطريقة اللي بتلاقي بيها الأمهات أي حاجة ضايعة جوه البيت.